ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنا بقى هنعمل سلطة طحينة خفيفة وسهلة وبسيطة وبمكونات سهلة جدا موجودة في كل بيت. سلطة الطحينة احنا بناكلها بره، واو. انا هعملها لكم بطريقة سهلة وجميلة. اتعلمتها من حماتي ربنا يرحمها. ندعي لها بالرحمة وندعي لجميع اموات المسلمين. هنا طبعا كان في لقطة كده في الطحينة الخام، بس مش عارفة والله راحت فين. يمكن انا ما حفظتهاش ولا حاجة. فهنا بنحط الطحينة الخام، بنزود مية اهي، كوباية المية اهي، ميه دافيه. تفضلي تزودي شويه شويه لغايه ما توصلي للسمك اللي انت عايزاه. وبنحط فصين توم بس بالظبط. هنا بقى يا دوبك بنقلبها تفك، نحط ملحنا، الفلفل الاسمر، الكمون، البهارات السبع. بنحط ليمونيه. بنحط ايه، معلقتين خل. هي دي الطحينه. طحينه، معلقتين طحينه خام، حوالي ربع كوبايه ميه، ملح، فلفل اسمر، كمون، البهارات السبع، ليمونه، شويه خضره بسيط كده على الوش بيدوا برضو ايه، طعم حلو. في ثانيه بتخلص. اديني اهو خلصتها، بكمل توابلي وبحط توابلي. طبعا لو الطحينه دي عجبتكم، يا ريت يا ريت تعملوا لي لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. ويا ريت كومنت حلو بدعوه حلوه لصلاح الحال لي وليكم يا رب العالمين. هنا بنفضل نقلب كل ما نحط حاجه كده عشان ما تبقاش فيه بس ايه، طحينه خام مكلكعه. انا طبعا كنت عامله تحاليل، وادعوا لي بقى ربنا يشفيني يا رب ويتم شفايا على خير. انا اليوم ده اصلا كنت تعبانه والله العظيم، بس يعني لازم نكمل ولازم نتعامل ولازم نعيش. هنعمل ايه؟ الحمد لله. لازم نشكر ربنا دايما، نحمد ربنا دايما على كل حاجه احنا فيها. احنا احسن من ناس كتير. اللي يروح المستشفى يشوف حاجات يعني يقول الحمد لله الحمد لله، وانا بشتكي ليه؟ امال الناس دي عايشه ازاي؟ لا، الحمد لله على كل حاجه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هنا طبعا احنا خلصنا بقى، حطينا الخل، بنعصر الليمونه. هنا بعد ما عصرنا الليمونه بقى هنحط شويه الخضره، ويبقى كده الطحينه بتاعتنا جاهزه على الاكل. نستخدمهم في كل بقى الاكلات، المشويات، السمك، في كل حاجة. الطحينة دي لكل الأكلات هتلاقيها سلطة جميلة. حتى داخل علينا رمضان، كل سنة وانتم طيبين. هتحطوها في سفرتكم، تبقى تحفة. جربوها، ولو عجبتكم ما تنسوش تعلقولي بقى وتقولوا لي ايه رأيكم فيها، وتدعوا لي بإذن الله دعوة حلوة. ما